4/4. يعني انا لما باجي اقسم مستوى الاحداث بتاعي بيبقى 4/4. هنا بيبقى الصفر، هنا الموجبات 1 2 3 4 وهكذا. هنا السوالب -1 -2 -3 -1 -2 -3 وهنا 1 2 3. طيب لما باجي اجيب الارباع انا عندي كل دي موجبات في السين وكل دي موجبات في الصاد، يبقى الربع الاول بيبقى موجب وموجب. طيب الربع الثاني هنا موجبات وهنا سوالب، يبقى انا عندي الصاد هي الموجب والسين هي السالب، هيبقى سالب وموجب. طب الربع الثالث عندي السينات سوالب والصادات سوالب، يعني هيبقى سالب وسالب. الربع الرابع عندي بيبقى السينات موجبه والصادات سالبه، يعني السينات موجب والصادات سالب. تعالوا بقى نرجع للجزء بتاعنا، المسقط الاول والمسقط الثاني. المسقط الاول سالب والمسقط الثاني موجب. مين هنا سالب وموجب؟ هلاقي ان هو الربع الايه؟ الربع الثاني. فهنلاقي في الاختيارات ارجع كتير، الاول والثاني والثالث والرابع هنختار منهم الربع الثاني. تعالوا نشوف تاني مسألة، الجذر التربيعي الموجب لمتوسط انحرافات. أول ما أشوف كلمة انحرافات، انحرافات يعني انحراف معياري على طول. أول ما أشوف يبقى بيقول لي الجذر التربيعي الموجب لأنه الجذر التربيعي دايما بيبقى من الموجب لانحرافات القيم عن وسطها الحسابي. يبقى ما دام جاب لي كلمة انحرافات يبقى هو بيتكلم على إيه؟ على الانحراف المعياري. برضه هنلاقي الاختيارات فيها وسط وفيها وسيط وفيها منوال وفيها انحراف معياري، أنا هختار الانحراف المعياري. ثالث مسألة بيقول لي إذا كان 3 ألف إلى 4 ب فإن ألف إلى ب بتساوي. طيب ألف إلى ب، أدي ألف إلى ب. إحنا زي ما اتفقنا لما بنروح ما بنرجعش إيدينا فاضية. يعني هنروح لازم ناخد حاجة إحنا راجعين. يبقى أنا عندي ألف إلى ب أرجع بقى، يبقى 4 إلى إيه؟ إلى 3. أنا رحت من الألف إلى الب ما برجعش إيدي فاضية، برجع بمين بقى؟ برجع بالأربعة إلى إيه؟ 3. يبقى ألف إلى ب هتبقى 4 إلى 3 وهنلاقيها موجودة عندنا في الاختيار. إذا كان نون س بتساوي 2 عدد عناصر س، نون دي يعني عدد عناصر س، نون عدد العناصر بتاعت س بتساوي 2. طب عدد عناصر ص تربيع ب9، ص تربيع ب9، أمال الص لوحدها بكام؟ الجذر التربيعي ل9 هيطلع 3. يبقى أنا عندي نون س ب2، عناصر س 2. طب عناصر ص تربيع ب9، أمال هي ص أصلا كانت بكام؟ هلاقي إن الص التربيع بتاع 9 هيطلع، أنا لما أجيبها تحت الجذر التربيعي هتديني 3، يبقى الص هتطلع 3 عناصر. فإن نون عدد عناصر س في ص. طب هي س كانت كام؟ كانت 2. طب وص أنا لسه جايبها دلوقتي بكام؟ ب3. يبقى عدد عناصر س في ص يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6 وهنلاقيها موجودة عندنا في الاختيارات. طيب تعالوا هنا بيقول لي المدى لمجموعة القيم. المدى أول ما أشوف المدى على طول أكبر قيمة أو أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة، أو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أو أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة. تعالوا نبص هنا نلاقي أكبر حاجة عندي 9. طب أصغر حاجة عندي 3، يبقى 9 ناقص 3 هتديني 6، يبقى المدى بتاعي 6. آخر مسألة في السؤال الأول، إذا كانت ص بتتغير طرديا. إمتى أعرف إن ده تغير طردي؟ لما تبقى الس لوحدها. لكن لو كان 1 على س يبقى ده تغير عكسي. أنا هنا بتغير تغير طردي، يبقى الص بتتغير تغير طردي مع س. وكانت ص بتساوي 2، ص دي اللي هي المفروض إن هي ص 1. أول ص تقابلني ص 1. عندما س بتساوي 8 يبقى دي س 1. طيب فإن ص قالها تاني؟ تاني، عشان كده بنقول عليها ص 2 لأنها تاني، هتجيلي ص تاني فبسميها ص 2. طيب عندنا س تاني برضه تاني هتبقى س 2، يبقى أنا عندي س هنا إيه؟ ب2. يبقى أنا لما أجي أقرأ المسألة وأنا بقرأ المسألة أنا بجهز المسألة عشان أعرف أحلها. يعني أنا بجهزها عشان لما أجي أحلها تبقى خلاص هي اتحلت أصلا. طيب بما أن ص بتتغير طردي مع س، اللي بعد بما أن بقى إذا إيه بقى اللي هيحصل؟ ص 1 على ص 2 بتساوي س 1 على س 2. وعلشان كده كنا بنقول هنا ص 1 هنا س 1 هنا ص 2، يبقى هو عايز مين؟ عايز س 2. طب ص 1 زي ما نعوض عنها اللي هي بكام؟ ب8. سوري ص 1 2 برافو 2. ص 2 عندي بكام؟ ب3 بتساوي. طب س 1 فين س 1؟
1 اهي ب8 على س 2 ما عنديش، تنزل زي ما هي. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين او المقص زي ما احنا بنقول، هيبقى 2 في س بتساوي 2 س بيساوي 3 في 8 ب 24. طيب ال 2 س ب 24 نقسم على طول على الاثنين، معادله عاديه خالص زي بتاعت معادله 5 ابتدائي، اقسم على الاثنين هنا واقسم على الاثنين هنا، الاثنين راحوا مع الاثنين اتبقى 24 على 2 في 12 يبقى س عندي بتساوي كام؟ 12 واختار من الاختيار. مكملين النموذج الثاني السؤال الثاني. اجابه السؤال الثاني بيقول لي اذا كان س في ص بتساوي المصدر 2 و2 ده الزوج المرتب 2 و2 و2 و5 و2 و7 فاوجد ا ص. ا دي يعني رقم ا عايز ص. طيب رقم ب عايز ص في س. تعالوا نشوف الاول ص. هو عايز ص. دايما الصاد بتبقى الثاني المسقط الثاني، يعني الصاد دايما بتبقى المسقط الثاني في اي زوج مرتب. الصاد هي المسقط الثاني في اي زوج مرتب، الصاد هي المسقط الثاني في اي زوج مرتب. يبقى انا بفتح كده قوسين واقول له الصاد هتبقى الاثنين والخمسه والسبعه. انا كده جبت لك اول حاجه انت عايزها. انت عايز الصاد، انا جبت لك الصاد المسقط الثاني ما بين كل زوج مرتب، يبقى هنا 2 و5 و7. طيب بيقول لي اوجد صاد في س. عايز صاد في س. تاني طلب عايزه صاد في س. طيب الصاد انا لسه جايبها دلوقتي 2 و5 و7. طيب السين بتبقى المسقط الاول اللي هي 2 و2 و2. طبعا انا مش هقول 2 و2 و2 لان من خواص المجموعه عدم التكرار. من خواص المجموعات انا ما بكررش، فباخد الاثنين مره واحده بس. هاخد الاثنين مره واحده بس. هنشتغل حاصل ضرب ديكارتي، ده كده هيبقى ضرب ديكارتي. هبدا الاول هاخد الاثنين مع الاثنين زوج مرتب، تاني زوج مرتب هيبقى 5 مع الاثنين، تالت زوج مرتب هيبقى 7 مع الاثنين. وبكده انا جبت له اول طلب الصاد اللي هي المسقط الثاني في كل زوج مرتب، وجبت له الصاد في السين لان انا جبت الصاد والسين اول مسقط في الازواج المرتبه ما بكررش، باخد الاثنين مره واحده بس. وبعدين بجيب له حاصل ضرب ديكارتي هتبقى 2 و2 5 و2 7 و2. تعالوا نشوف السؤال الثاني. بيقول لي اذا كان ا وب وج ود كميات متناسبه اثبت ان ا على ب ناقص ا بيساوي ج على د ناقص ج. ما دام عايز اثبات لازم اقول له الطرف الاول والطرف الثاني. يعني ايه؟ طب تعالوا اول حاجه بنجيب المفتاح بتاع المساله، كل مساله ليها مفتاح. لو جبت مفتاح المساله انت كده خلاص حليت المساله. ايه مفتاح المساله دي؟ ان انا بقول له نفرض ان الالف على الب بتساوي الج على الد، لان دي كميات متناسبه. بساويهم بحاجه اسمها ثابت التناسب. ثابت التناسب اللي هو الميم. واعمل بنك المعلومات بتاعي هنا، بنك صغير كده اسمه بنك المعلومات اللي بحط فيه المعلومات اللي انا هحتاجها وانا بشتغل المساله. طيب يبقى الالف بيساوي ب م، الالف بيساوي ب م، ب في ثابت التناسب. طب الجيم بتساوي د م، يبقى الجيم بتساوي د في ثابت التناسب. يبقى انا عندي الالف بتساوي ب م وعندي الجيم بتساوي د م. فابدا اقول له الطرف الاول بيساوي الطرف الاول او الطرف الايمن، ممكن نقول الطرف الايمن لان انا عندي طرفين، الطرف الايمن والطرف الايسر. الطرف الايمن الف على ب ناقص ا. تعالوا نشيل الالف ونحط مكانها المعلومات اللي انا طلعتها في بنك المعرفه اللي عندي ده، هنخليها ب م على ب. انا ما عنديش هنا ب، تنزل زي ما هي ناقص الف. طب ما الالف هنا عندي ب م، تمام. طب هنا في ب م على هنا في ب وهنا في ب. نرجع بقى للشغل اولى اعدادي، خد عامل مشترك هو مين؟ هو الب. طب ب على الب فيها الواحد، اي عدد على نفسه بيساوي واحد، اي عدد على نفسه بيساوي واحد. حط الناقص زي ما هي، خدت من هنا الب اتبقى معايا الميم. طيب هنا في علاقه ضرب وهنا في علاقه ضرب، شيل الب مع الب هيتبقى معايا م على واحد ناقص م، ده الطرف الايمن. طب تعالوا نشوف الطرف الايسر عشان نثبت ان هما الاثنين فعلا متساويين. هقول هنا مين الطرف الايسر؟ ج على د ناقص ج بيساوي. طب ج عندي هنا ايه؟ د م. طيب على د تنزل زي ما هي لان ما عنديش د. طب الجيم برضو د م، نفس اللي عملناه فوق هنعمله تحت. هخلي د م زي ما هي وهناخد عامل مشترك الد.
شلت الدال على الدال فيها الواحد ناقص، شلت الدال من هنا اتبقى معايا ميم، طبعا لان هنا برضو في علاقه ضرب، هنا في علاقه ضرب، شيل الدال مع مين؟ مع الدال، هيتبقى معايا ميم على واحد ناقص ميم، ولما اجي ابص في الطرف الايمن ميم على واحد ناقص ميم، في الطرف الايسر ميم على واحد ناقص ميم، هقول له اذا الطرفان متساويان، يبقى الطرفين الاثنين دول عندي طلعوا مالهم متساويان، وهو ده المطلوب اثباته، وبيقول لي اثبت ان ده بيساوي ده، هقول له اذا الطرفان متساويان وهو المطلوب ايه؟ اثبت. يلا نشتغل السؤال الثالث، يلا معايا كده. بيقول لي اذا كانت س بتساوي 2 و3 و5، ص بتساوي 4 و6 و8 و10، وكانت عين علاقه، كانت عين علاقه معرفه من س الى ص، حيث الف علاقه على ب، دي كده اسمها الف علاقه على ب، تعني ان 2 الف بتساوي ب، دي اللي انا بركز فيها قوي، ده المطلوب بتاعي، ده اللي انا عايزاه، ان كل 2 من الف يساوي ب، كل 2 من الف يساوي ب، يعني لو خدت الف لوحدها هتبقى الف قد ب، هتبقى الف قد ب، يعني لو دي 2 هتبقى دي 2. طيب هو بيقول لي 2 الف، يعني هتبقى دي 2 في 2 ب4، يبقى ب كمان تبقى بايه؟ ب4، يعني لو خدت الف ب2 هتبقى الب ب4، عشان 2 في 2 ب4. لو خدت الالف ب3 هيبقى 2 في 3 ب6، يبقى الب ب6. لو خدت الالف ب5 هيبقى 2 في 5 ب10، يبقى الب ب10، وهكذا. لكل الف تنتمي لس وب تنتمي لص، يعني الالف دي هي عباره عن السينات، وب دي هي عباره عن مين؟ عن الصاد. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي. اول حاجه اكتب بيان عين. طيب انا عندي س وعندي ص، دي كلها عناصر الف اللي هي الف تنتمي لس، ودي كلها ب اللي هي ب تنتمي لص. لو جينا نعمل المخطط، انا بفتح قوسين، ببدا اجيب بيان عين، يبقى هقول له انا عندي الاثنين، الاثنين اضربها في كام؟ اضربها في 2 تدينا 4، يبقى الاثنين في 2 ب4، يبقى اخد الاثنين والاربعه. طيب الثلاثه في 2 ب6، يبقى اخد السته، هتبقى الثلاثه والسته. طيب الخمسه في 2 ب10، يبقى اخد الخمسه والايه؟ وال10، يبقى خدت الخمسه وال10. كده انا عملت بيان عين ومثلها بمخطط سهمي. اما اجي امثلها بمخطط سهمي زي ما احنا عارفين، انا بعمل عمودين كده، وهنا عناصر س وهنا عناصر ص اللي هي الف وب. طيب س كانت كام؟ كانت 2 و3 و5. ص كام؟ 4 و6 و8 و10. انا خدت الاثنين مع الاربعه، ادي الاثنين مع الاربعه، الثلاثه مع السته، الخمسه مع العشره. انا كده مثلتها بمخطط سهل. في حاجه بقى هو مش طالبها، انا عايزه اقولها لكم. لو طلب مني المجال يبقى س، يعني لو هو عايز المجال، لو قال لي اوجد المجال، اوجد مجال الداله، هقول له المجال هو ايه؟ س، اللي هو بيبقى عباره عن 2 و3 و5. طيب هو مش عايز الحاجات دي في المساله، بس انا بقولها لك عشان لو طلبها منك في الامتحان. طيب لو جه قال لي عايز المجال المقابل، لو عايز المجال المقابل، المجال المقابل دايما بيبقى ص، اللي هي تكون الاربعه والسته والثمانيه والعشره. طيب لو جه قال لي عايز المدى، المدى ده بتكون مجموعه جزئيه من ص، المدى مجموعه جزئيه من ص. ليه مجموعه جزئيه من ص؟ لان المدى انا باخد العناصر اللي انا خدتها من ص بس، المساقط اللي انا احتجتها من ص بس. انا احتجت من ص الاربعه والسته والعشره، يبقى هو ده المدى بتاعي، الاربعه والسته والعشره، والثمانيه يا مس لا ما احتجتهاش، مش عايزاها. يبقى انا عندي الاربعه والسته والعشره، دي المساقط اللي انا اخدتها، فهي دي المدى بتاعي، دي مدى الداله بتاعتي. عندك الثمانيه لا ما تاخديش الثمانيه، مش عايزاها، لان ما طلعش ليها سهم، ما راحش ليها سهم، فبالنسبه لي دي لا، دي مش المدى بتاعي، انا مش عايزه، انا عايزه الاربعه والسته والعشره. طيب تعالوا نشوف رقم 2، بيقول لي بين ان عين داله. طبعا احنا قلنا من شروط الداله ان لازم كل عنصر من عناصر س يظهر كمسقط اول
فقط. وكده ابقى انا جاوبت له على كل الاسئله واديت له 3 اسئله من عندي كمان جاوبت عليهم من غير ما يطلبوا. يلا تعالوا كده رقم ب. اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدين النسبه 7 الى 11 كانت النسبه 2 الى 3. طيب اوجد العدد، يعني انا ما عنديش العدد. هقول له نفرض ان العدد س. هفرض ان العدد ده هو س. هفرض ان العدد ده هو ايه؟ هو س. طيب اذا اضيف، كلمه اضيف يعني جمع، يبقى س زائد وهنا س زائد حدي النسبه. حدي يعني الحد الاول بسط والحد الثاني مقام، او اول النسبه وايه؟ وتالي النسبه، او مقدم النسبه وتالي النسبه. ده المقدم وده التالي، او ده الحد الاول وده الحد الثاني، دول حدي النسبه. كانت النسبه او اصبحت النسبه يعني يساوي. كانت النسبه او اصبحت النسبه، لو جه قال لي اصبحت النسبه يعني يساوي، كانت النسبه يعني يساوي، حط يساوي 2 الى 3 في النسبه يعني 2 على 3. احنا بنمشيها واحده واحده، بنمشيها خطوه خطوه، هتلاقي ان المساله اتحلت معاك. حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين. هقول له هنا الثلاثه هضربها في الس زائد 7، يبقى الثلاثه مضروبه في الس زائد 7 بتساوي الاثنين هضربها في الس زائد 11، الاثنين في الس زائد 11. ويلا معايا نستخدم التوزيع. التوزيع هو توزيع الضرب على الجمع، هنوزع الضرب على الجمع. 3 في س ب 3 س زائد 3 في 7 ب 21 بتساوي 2 في س ب 2 س زائد 2 في 11 ب 22. بقت معادله عاديه جدا. خلي الرموز في طرف، المتغيرات في طرف، المتغير السيني مع المتغير السيني، والعامل العددي مع العامل العددي، او الحد المطلق مع الحد المطلق. يبقى هقول هنا 3 س تفضل ثابته زي ما هي. مين اللي هتجيلها؟ دي هتجيلها باشاره مخالفه سالب 2 س. نزل اللي يساوي ال 22 هي الكبيره تفضل زي ما هي. مين اللي هتروح لها؟ الصغير. الصغير هو اللي بيروح للكبير، يبقى الكبير بيبقى ثابت في مكانه والصغير هو اللي بيروح للكبير. ال 3 س ثابته في مكانها وال2 س راحت لها باشاره مخالفه. طب ال 22 ثابته في مكانها وال 21 راحت لها باشاره مخالفه. 3 س ناقص س هتديني س بتساوي 22 ناقص 21 هيساوي 1، يبقى س طلعت 1. وانا اصلا كنت بقول له نفرض ان العدد مين؟ س. يبقى لما يجي يقول لي اوجد العدد هقول له العدد هو س بيساوي 1. يبقى العدد عندي هيطلع بكام؟ هيطلع ب1. يبقى انا لو حطيت 1 في كل حاجه هنا في المساله، يعني لو حطيت هنا 1 مكان الس وحطيت هنا 1 مكان الس، هيبقى 1 زائد 7 8، وهنا 1 زائد 11 12. هلاقي ان ال 8 على ال 12 لو قسمت على الاربعه فيها الاثنين وقسمت على الاربعه فيها الثلاثه طلعت نفس النسبه بتاعتي، فبالتالي الناتج فعلا طلع 1 صح. ويبقى كده اجابتي صح. وكمان اتاكدت من الاجابه لما عملت عوضت عن الس ب1 وقلت ان 8 على 12 واختصرت على الاربعه برضو طلعت 2 3. يبقى 8 على 12 هي بالظبط 2 على 3، يبقى العدد بتاعي 1. ونروح للسؤال الرابع. يلا نحل السؤال الرابع. أول سؤال بيقول لي إذا كانت س بتساوي 1 و3 و5 وكانت عين دالة على س، يبقى هو قال لي إن إيه؟ قال لي إن عين دالة على س. ركزوا في الحاجات دي أوي. فصص المسألة كده قطعة قطعة، حتة حتة، امشي في المسألة وخدها كده حتة حتة. يبقى هو قال لي عين دالة على س، يعني كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول، عشان هنحتاجها كمان شوية. يبقى كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول. عرفت منين؟ ما هو اللي قال لي، هو قال لي إن عين دالة. ما دام قال لي إن عين دالة يبقى كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول في مين؟ في الدالة أو في بيان العلاقة. وكان بيان عين بيساوي، أدي بيان عين جايبهولي أ مع 3 ب مع 1 1 مع 5. اوجد مدى الدالة القيمة العددية لأ زائد ب. تعالوا نجيب الأول مدى الدالة. لسه قايلين من شوية في السؤال اللي فات مدى الدالة هو مجموعة جزئية من ص من المجال المقابل. مدى الدالة هو مجموعة جزئية من المجال المقابل اللي هو ص. طيب أنا لما أجي أجيب ص هلاقي إن أنا عندي دي كده ودي كده ودي كده، دول ص. طب ما هما موجودين عندي، ما دام موجودين عندي يبقى اتاخدوا، يبقى مساقط س راحت لهم. يبقى أنا عندي ال3 وال1 وال5 هما دول مدى الدالة. دول المجموعة الجزئية اللي أنا أخدتها من الص. دول المجموعة الجزئية اللي أنا أخدتها من مين؟ من الص. يبقى هقول له هنا مدى الدالة، أدي أول حاجة عندي
تكون ب ب3 يا اما ب بتساوي 5 لما تكون الف هي اللي ايه ب3. المهم ان الالف والب الاثنين مع بعض هيبقوا 5 و3، واحد ب5 واحد ب3. طيب هو عايز ايه؟ الف زائد ب، هقول له اذا الف زائد ب بتساوي 5 زائد 3 او 3 زائد ايه؟ 5. ما هي 5 زائد 3 لو الالف ب5 هتبقى 5 زائد 3، لو الب ب5 هتبقى، لو الالف ب3 هتبقى 3 زائد 5، هيها اللي هم برضه هيساووا كام؟ هيساووا 8. يبقى الف زائد ب لو الف ب5 وب ب3 او الف ب3 وب ب5 في الحالتين الاثنين هيطلع الناتج 8. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي إذا كانت ص بتتغير تغير عكسي. واحد على س يبقى عكسي. لو بتتغير مع س بس يبقى طردي. بتتغير مع واحد على س يبقى عكسي. وكانت ص يعني دي ص ايه؟ 1 بتساوي 3. عندنا س يعني دي س ايه؟ 1 بتساوي 2. أول حاجة عايزها اوجد العلاقة بين س وص. عايز العلاقة بين س وص. مش العلاقة عندي عكسية؟ هنشوف هنعمل ايه. تاني حاجة عايزة اوجد قيمة ص عندما س بواحد ونص. عايز قيمة ص، طب ما انت بتديني ص اهي. لا مش دي. اللي انا عايزها. انا عايز ص 2. عندما س بواحد ونص، طب ما انت بتديني س. لا برضه مش دي اللي انا عايزها. دي س 1 انا عايزة س 2. يبقى س دي هتبقى ايه؟ س 2. يبقى انا كده طول ما انا ماشي في المسألة عمالة افك في المسألة لحد ما الاقيها اتحلت لوحدها. يبقى انا عندي اذا كانت ص بتتغير عكس، اول حاجه عرفتها عكسي اقدر اجيب بقى العلاقه. هقول له بما ان ص بتتغير تغير عكسي مع واحد على س، اذا الصاد بتساوي ثابت على س. الثابت بتاعي اللي هو م على س. طيب يبقى الصاد بتساوي م على س. طب هي الصاد كانت بكام؟ كانت ب3 بتساوي الميم مش عندي. طب هي الس كانت بكام؟ كانت ب2. اقدر اجيب الميم؟ اقدر اجيب الميم. 2 في 3 يبقى الميم بتساوي 6. يبقى انا كده جبت الميم. طب العلاقه بقى، ما العلاقه بيقول لي ص بتساوي م على س، يبقى اقول له ان الص بتساوي 6 على س. يبقى دي العلاقه بتاعتي. ص بتساوي 6 على س. طيب اوجد قيمه ص عندما س بواحد ونص. طيب انا عايزه اجيب قيمه ص، ده كده المطلوب الثاني. انا عايزه اجيب قيمه ص عندما س بواحد ونص. طب يبقى الص بتساوي، هو الميم عندي كانت بكام؟ 6. يبقى 6 على الواحد ونص. يبقى الصاد عندي لما اجي اقسم ال6 على الواحد ونص هيبقى فيها ال4. يبقى 6 على الواحد ونص فيها ال4، يبقى انا عندي الصاد بتساوي 4. يبقى انا كده جبت له كل اللي هو عايزه. اول حاجه قال لي اوجد العلاقه بين س وص. هقول له بما ان التغير تغير عكسي، بما ان ص بتتغير عكسي مع واحد على س، اذا ص بتساوي م على س. دي العلاقه. طيب ما الصاد عوض عنها بصاد 1. م مش عندي على الاثنين. طيب يبقى الميم بتساوي 6. طيب م بتساوي 6، وهقول كمان ممكن اقول له هنا الصاد س بتساوي 6. يعني ممكن اقول ص بتساوي 6 على س، او ممكن اقول له ص س بتساوي 6. تنفع برضه، ما هي ص س بتساوي 6 او ال6 بتساوي 6 ص برضه تنفع. يعني ممكن احط العلاقه في الشكل ده ص بتساوي 6 على س، وممكن احط العلاقه في الشكل ده اللي هي ص س بتساوي 6. كده انا جبت له العلاقه. تاني حاجه بيقول لي اوجد قيمه ص عندما س بواحد ونص. ص بتساوي 6 على الواحد ونص. انا عايز بقى ص، يبقى 6 على الواحد ونص بتساوي 4. وبكده نكون حلينا السؤال الرابع. تعالوا نحل السؤال. بيقول لي بس البيانيه المنحنى الداله حيث داله س بتساوي س ناقص 3 لكل تربيع متخذا س تنتمي للفتره 0 و6. طيب ومن الرسم استنتج. ومن الرسم، كلمه ومن الرسم يبقى انا هرسم. تقوليش مش هرسم. ومن الرسم يبقى لازم نرسم، عشان الناس اللي بتجيب المنحنى والداله الصغرى ومحور التماثل من الجدول، لا انا لازم ارسم. ومن الرسم استنتج نقطه راس المنحنى، يبقى عايز مني الرسم. ادي اول حاجه. استنتج نقطه راس المنحنى. تاني حاجه القيمه الصغرى للداله. تالت حاجه معادله محور التماثل. رابع حاجه. يبقى هو اول حاجه عايزني امثل بيانيا الداله الفتره بتاعتي 0 و6. طيب بالرسم، بعدين اجيب نقطه راس المنحنى، بعدين اجيب القيمه الصغرى للداله، بعدين اجيب معادله محور التماثل. طيب واحده واحده كده بقى نكتب الداله قدام عينينا. يبقى الداله بتاعتي
بتاعتي هتبقى س ناقص 3 أس 2. دي الدايرة بتاعتي. عشان تبقى قدام عيني كده ابقى شايفة. تعالوا نعمل الجدول بتاعنا. هو بيقول لي الفترة بتاعتي من 0 ل 6، يبقى هنا س وهنا دالة الس. من 0 ل 6 الفترة بتاعتي من 0 ل 6 يبقى 0 1 2 3 4 5 6. خلاص مش عايزة الباقي. طيب يبقى أنا عندي س متخذة الفترة من 0 ل 6، جبت له من الصفر لل6. دالة س يعني هنشيل دالة س ونحط الصفر، يعني كل س تقابلني هنا أنا عايزة أجيب الصاد، ما هي دالة س دي اللي هي الصاد. دالة س اللي هي الصاد اللي هي دالة س أهي. دالة س دي اللي هي الصاد، دالة س اللي هي الصاد، دالة س دي اللي هي إيه؟ اللي هي الصاد. يبقى دالة س الصاد الس صفر، عايز الصاد. يبقى بحط مكان الس هنا صفر. طيب صفر ناقص 3 هتديني ناقص 3 أو سالب 3. طب سالب 3 في 2 سالب 3 في سالب 3 هتديني 9. سالب في سالب بموجب و3 في 3 ب9. طيب هعوض عنها بواحد، شيل دي وحط واحد. هيبقى 1 ناقص 3 اطرح واحط اشارة الكبير، هيبقى سالب 2. سالب 2 في سالب 2 سالب في سالب بموجب، و2 في 2 ب4. شيل الواحد وحط 2. 2 ناقص 3 اطرح واحط اشارة الكبير، هيبقى سالب 1. سالب 1 في سالب 1 هتديني سالب 1 برضو، يبقى انا عندي هنا هتبقى 1. طيب هشيل دي واحط 3. 3 ناقص 3 صفر. صفر في صفر بصفر. طيب شيل دي وحط 4. 4 ناقص 3 1. 1 في 1 بواحد. شيل دي وحط 5. 5 ناقص 3 2. 2 في 2 ب4. شيل دي وحط 6. 6 ناقص 3 3. 3 في 3 ب9. يبقى انا كده خلصت الجدول بتاعي. يبقى انا كده مثل بيانات المنحنى الداله حسابات س متخذه من الفتره، ادي اول حاجه عملتها. طيب تعالوا بقى ومن الرسم، يبقى لازم اعمل ايه؟ ارسم. تعالوا نرسم. لما باجي ارسم ادي الشبكه التربيعيه بتاعتي. هنا ممكن نجيب اقلام برضه عشان خاطر يبقى الاشكال تتظبط معانا. تمام؟ يبقى هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سالب 1 سالب 2. مش ههتم بالسوالب قوي لان انا ما عنديش سوالب، الجدول بتاعي ما فيهوش سوالب. تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سالب 1 سالب 2 سالب 3 برضو مش ههتم بيها قوي لاني ما عنديش سوالب. طيب من الرسمه بتاعتي هنا عشان الدنيا تبقى مظبوطه، عشان الرسمه تبقى مظبوطه. تمام. هبدا اشوف هنا الرسم بقى بتاع رابعه ابتدائي بقى، اللي هو الرسم بتاع رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، اللي هو بنرسمه نقطه في س ونقطه في ص. انا عندي هنا السينات وعندي هنا الصادات، س الموجبه وهنا س السالبه وهنا ص الموجبه وهنا ص السالبه، وابدا ارسم. طيب تعالوا نرسم الصفر مع التسعه. يبقى انا عندي الصفر مع مين؟ ادي الصفر مع التسعه ادي اول نقطه. وبعدين الواحد مع الاربعه، ادي الواحد مع مين؟ مع الاربعه. الاثنين مع الواحد، ادي الاثنين مع الواحد. طيب الثلاثه مع الصفر اهي، 3 على الصفر. الاربعه مع الواحد، ادي الاربعه مع الواحد. هنرجع تاني بقى. الخمسه مع الاربعه، ادي الخمسه مع مين؟ مع الاربعه. السته مع التسعه، ادي السته مع التسعه. تمام. طيب تعالوا بقى نرسم ونشوف. اولا كده واخدين شكل 7. ما هو اصلا قايل لي قيمه صغرى. القيمه الصغرى لما بيبقى شكل ال7 ده بيبقى قيمه صغرى. بيبقى قيمه ايه؟ صغرى. لما بيبقى شكل ال8 ده بيبقى قيمه عظمى. نحفظها كده. ال7 اصغر من 8، ال7 اصغر من 8. فلما يجي لي شكل ال7 ده اعرف ان هي قيمه صغرى على طول. اما يجي لي شكل ال8 ده اعرف ان هي قيمه عظمى، عشان في ناس كتير بتتلخبط ما بين القيمه الصغرى والقيمه العظمى، يقول لي هي دي صغرى ولا عظمى؟ يعني ايه؟ طيب هقول لك شكل ال7 على طول قيمه صغرى. شكل ال8 يبقى قيمه عظمى. ليه؟ لان ال7 اكبر من ال8. طيب تعالوا نكمل. ادي شكل المنحنى بتاعي بالظبط. يبقى انا كده رسمت شكل المنحنى بتاعي طلع قيمه، ما دام 7 يبقى قيمه صغرى، وهو فعلا قايل ان
اجيب مين؟ بيان المنحنى بدالة. طيب عملت الجدول بتاعي وعوضت عن كل س بالفترة بتاعتي من 0 ل 6. تمام. هنرسم من الرسم. رسمنا. طيب بعد كده نقطة رأس المنحنى، نقطة رأس المنحنى بجيبها من على الرسم أو من الجدول اللي هي بتتوسط الايه؟ الموجود عندي، يعني أنا عندي هنا 3 و0 هي اللي في النص، يبقى هي دي نقطة رأس المنحنى، وممكن أجيبها من الرسم أهي، هي دي نقطة رأس المنحنى. طيب القيمة الصغرى للدالة قلنا إنه شكل 7، فدي قيمة صغرى، القيمة الصغرى دايما بتبقى الصادات، يبقى الصادات عندي هنا إيه؟ ب0. طيب معادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل دايما بتبقى السينات. السين بتساوي 3، وبكده ابقى انا خلصت له المسألة. كده حلينا السؤال الخامس رقم أ، هنحل السؤال الخامس رقم ب، الجزء المخصوص بتاع الإحصاء. تعالوا نكمل. لسه مستمرين في حل النموذج الأول. آخر حاجة السؤال رقم 5 ب. بيقول لي اوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم 8 9 7 6 5. هو لما بيبقى جايب لي قيم أنا بعمل جدول مكون من 3 خانات. لو جايب لي قيم بس بعمل جدول مكون من 3 خانات. طيب لو جايب لي جدول تكراري اللي هو الجدول التكراري العادي انا بشوف يعني بيبقى الجدول ليه خانات تانية. لو جت مسألة زي دي هنبقى نحلها. خلينا دلوقتي في القيم لوحدها. طيب أول حاجة هو عايز الوسط الحسابي والانحراف المعياري. ببدأ أعمل الجدول. طيب ادي الجدول بتاعي مكون من 3 خانات. أول خانة عندي اسمها س اللي هي القيم الموجودة عندي. وبعدين س ناقص س بار. س بار دي اللي هي الوسط الحسابي وهنشوف هنجيبها ازاي دلوقتي. وبعدين س ناقص س بار الكل تربيع. س ناقص س بار الكل تربيع. طيب عشان نجيب س بار لازم الأول هقول له الوسط الحسابي اللي هو س بار في س. الوسط الحسابي لما بيجي من مجموعة قيم خدناها في ثانية إعدادي وخدناها في أولى إعدادي، الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهم. الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهم، يبقى مجموع القيم على مين؟ على عددهم. طيب أجمع القيم كلها. تعالوا نجمع القيم. 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5. طبعا أنت عندك الآلة الحاسبة تشتغل بالآلة الحاسبة عادي خالص، أنا بشتغلها على السبورة عشان أنا مش بشتغل بالآلة الحاسبة. طيب 1 2 3 4 5 عددهم كام؟ 5. يلا نجمع 8 و7 15 و9 و6 15، يبقى 15 و15 30 ومعايا 5 هيبقى 35 على ال5. 35 على 5 فيها كام؟ فيها 7. يبقى انا كده جبت الوسط الحسابي اللي هو س بار بيساوي 7. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه بالوسط الحسابي ده. انا بكتب هنا القيم عندي 8 9 7 6 5. طبعا هنا دي خانة المجموعة. طيب دي كده س. طب س ناقص س بار، طب ما الس اهي. اطرح بقى منها س بار اللي انا جبتها دلوقتي دي. يبقى س ناقص س بار اللي هي 8 ناقص 7 وال9 ناقص 7 وال7 ناقص 7 وال6 ناقص 7 وال5 ناقص 7. طيب 8 ناقص 7 1. 1 لما اجي اربعها 1 في 1 ب1. 9 ناقص 7 2. لما اجي اربعها هيبقى 2 في 2 ب4. 7 ناقص 7 0. لما اجي اربعها ترميها زي ما هي 0. 6 سالب 1 او 6 ناقص 1 هتديني سالب 1. سالب 1 في سالب 1 هتديني 1. 5 ناقص 7 هتديني سالب 2. سالب 2 في سالب 2 هتديني 4. يبقى انا كده جبت س ناقص س بار. تمام؟ الاعداد عندي ايه؟ المفروض 8 ناقص 7 1، 9 ناقص 7 2، 7 ناقص 7 0، 6 ناقص 7 سالب 1، 5 ناقص 7 سالب 2. طيب باخد الارقام اللي انا جبتها دي واعمل لها تربيع اربعها. يبقى 1 في 1 ب1، 2 في 2 ب4، 0 في 0 ب0، سالب 1 في سالب 1 ب1، سالب 2 في سالب 2 ب4. انا عايز مين؟ عايز المجموع. مجموع دول 4 و4 8 9 10، يبقى المجموع هنا عندي ايه؟ 10. طيب هو قال لي اوجد الوسط الحسابي. انا جبت الوسط الحسابي اللي هو س برضه 7. طب عايز ايه كمان؟ الانحراف المعياري. طب قانون الانحراف المعياري بيساوي ايه؟ هقول له قانون الانحراف المعياري. الانحراف المعياري ده اللي هو سيجما، بقول عليه سيجما. طيب ده الرمز بتاع الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيع لمجموع
س ناقص س بار على تربيع على نون. طيب يبقى السيجما بتساوي او الانحراف المعياري بيساوي جذر التربيع مجموع س ناقص س بار تربيع اهو ده اللي هو كام؟ 10 على عددهم. هي عدد القيم كانت كام؟ كانت 5. يبقى السيجما بتساوي جذر 10 على 5 اللي هي بتساوي جذر كام؟ 10 على 5 فيها كام؟ فيها الاثنين. لما اجي اشتغلها بالآلة الحاسبة وادخل جذر 2 في الآلة الحاسبة هيطلع 41 جزء من 100. يعني تقريبا لو جيت اعمل لها عملية تقريب هيبقى 1.4 من ايه؟ من 10. يبقى انا جبت الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم، وجبت الانحراف المعياري اللي هو السيجما كسر التربيعي لمجموع س ناقص س بار لكل تربيع على نون. انا عندي مجموع س ناقص س بار لكل تربيع على نون ب 10، طب مجموعهم كله ب5 يبقى الجذر التربيعي ل 10 على 5 يساوي جذر 2. ادخل في الآلة الحاسبة على طول واعمل جذر 2 هيديك 41 من 100. لما اجي اقربها هتبقى 1.4 من 10. مش عايز تقربها مفيش اي مشكلة خالص. وبكده نكون خلصنا النموذج الاول، السؤال الاول والسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس وحليناهم كلهم. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى حل النموذج الثاني، ويا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبك الفيديو شير بقى، لايك، اشترك في القناه.